يا أهلا، عاملين إيه؟ النهاردة جاية أحكي لكم حكايتي من الألف للياء. أنا اسمي نادين، عندي 42 سنة، دكتورة متخصصة في المسالك البولية وأمراض الذكورة. كان ممكن أختار أي تخصص أسهل، أبعد عن الوجع والفضول، أبعد عن النظرات اللي بتفحصك من ساسك لراسك. بس أنا مش بنت اللي بتهرب من التحدي. دخلت السكة دي وأنا عارفة إنها هتبقى معركة كل يوم. ست في عالم كله رجالة، لابسة البلطو الأبيض بس لسه الرؤية متلخبطة، ومحدش بيبصلك كمهنية وبس. اتطلقت وأنا عندي 39 سنة بعد جواز استمر 7 سنين. السبب كان تافه بس وجع قلبي. جوزي ما كانش مستحمل فكرة إن مراته بتشوف خصوصيات رجال تانية كل يوم. الغيرة كانت نار والشك كان دايما خانق، وفي الآخر إهانة تكسر العظم. قلتله أنا دكتورة مش متفرجة السيرك. رد عليا بكل برود، أنا جوزك مش مريض عندك. ومن ساعتها وكل واحد راح لحاله. دلوقتي عايشة لوحدي، عيادتي في وسط البلد، برستيجها عالي وسمعتها زي الذهب. المرضى بييجوا من آخر الدنيا عشان يلاقوا في نادين إيد حنينة وعقل نظيف وقلب بيفهم. بس كل حاجة بالحدود. أنا شديدة في الشغل، مش عشان قاسية، بس عشان لازم يكون ليا هيبة. أي تلعثم، أي ميل، أي زلة لسان ممكن توقع الثقة اللي اتبنت في سنين. كل يوم بصحى بدري، أعمل فنجان القهوة بتاعي، أراجع الملفات، ألبس وش الدكتورة الحديدية. بس جوه البلطو الأبيض ده في فراغ قد الدنيا، في شوق وحنين لواحدة بتعيش في برد الالتزام المهني ده. الشغل بتاعي محتاج أعصاب من صلب وقلب من تلاجة. كان يوم عادي خالص، طقم العيادة شغال زي الساعة، المواعيد مظبوطة والناس رايحة جاية. كنت في مكتبي بخلص كشف على راجل في أواخر الخمسينات، تقريبا 58 سنة، ودي مش أول مرة أشوفه. وكنت بفكر إمتى أخلص عشان آخد بريك القهوة بتاع العصر. وفجأة دخل عليا شاب تقريبا في 33 سنة، طويل باين عليه الرزانة، ملامحه هادية بس عينه باين عليها قلق وتوتر. عينه كانت بتلف في الأوضة كأنه بيطمن إن المكان أمان. سلم وجلس، صوته كان واطي ووشه فيه حياء مش طبيعي. قلت له بلطف أهلا وسهلا، اتفضل، ايه المشكلة اللي جاية عشانها النهاردة؟ اتنهد وقال يا دكتورة، بصراحة كده أنا ما عنديش مشكلة مرضية واضحة، بس عندي خوف نفسي كبير. سكت شوية وأنا مستنية يكمل. زود وقال أنا خلاص هتجوز، الخطوبة قربت تخلص، بس أنا خايف من فكرة المسؤولية، من القرب الزيادة، خايف من العلاقة الزوجية نفسها، ومن رد فعل عروستي ليلة الدخلة. قلت لنفسي ده طبيعي، شباب كتير بيجيلها القلق ده في المرحلة دي. سألته ايه نوع القلق ده بالظبط؟ عندك ضعف، سرعة قذف، أوجاع؟ بحاول أخليه يرجع للمربع الطبي. هز راسه وبص بجدية خلتني أتسمر مكاني. يا دكتورة، أنا مشكلتي أكبر وأعمق من كده بكتير. أنا مشكلتي في حاجة حصلت في الماضي خلتني أحس إني غير مرغوب فيا، أو إن أنا السبب في وجع الطرف التاني. فضولي زاد بس ملامحي فضلت ثابتة، مهنية محايدة. سألته إيه اللي خلاك تحس بالإحساس ده بالذات؟ جاوبني بصوت فيه حبة حزن وخجل. كنت خاطب قبل كده، علاقة كانت هتوصل للجد، ولما قربنا من بعض خطيبتي اللي فاتت كانت بتشتكي من حاجة عندي، كانت بتحس إني غريب. قالت لي بالحرف أنا مش هقدر أعيش معاك بالطريقة دي، وطلبت نوقف كل حاجة. كمل. بقيت أحس إني عائق في وش الجواز، إن أنا فيا عيب نفسي بيمنع أي ست تقرب مني وتكمل حياتها معاه. أنا خايف أيهم عروستي اللي جاية معايا وهي مش فاهمة حاجة. ما كانش بيتكلم بغرور ولا بفخر، كان في صدق وجرح قديم لسه مفتوح. دي أول مرة ألاقي راجل يجي يشتكي من مشكلة نفسية
بسبب تجربة سابقة بالطريقة دي. مشكلته مش في جسمه، مشكلته في الثقة اللي اتهدد جواه من التجربة اللي فاتت. قلت له بهدوء وثبات: طيب ما تقلقش خالص، احنا هنشوف الموضوع ده ايه وهديك النصيحة الطبية والنفسية المناسبة عشان تعرف تبدأ حياتك صح. بس لازم تعرف ان الحب والتفاهم اهم من اي تفصيلة جسمانية. بس جوه قلبي كنت حاسة ان الجلسة دي هتكون مختلفة. المريض ده جاب معاه حاجة غريبة، حاجة هتهز حياتي المهنية. سجلت الملاحظات بتاعتي كالعادة. كنت بحاول أحافظ على الهدوء المهني، الوش اللي ما يبينش أي تأثر أو تعاطف زيادة. بس كل كلمة كان بيقولها، كل نظرة، كل حركة إيد كانت بتشغل مواجع قديمة في دماغي. حاجة حصلت في الماضي خلتني أحس إني غريب، بحس إني عائق في وش الجواز. الجمل دي ما بقتش مجرد كلام طبي، رجعتني لليالي كتير في بيتي اللي كان ساكت وانا جوه جواز. العلاقة الجسدية فيه كانت زي العقوبة او الواجب المفروض. رجعتني لصوت جوزي السابق في وداني: انتي مش فاهمة، انتي باردة زي الحجر. كأن المشكلة كانت انا وبس. النهاردة وانا بسمع الشاب ده ادهم بيتكلم عن الخوف من الرفض كأنه عيب، حسيت ان الدنيا بتلف بينا. هو بيخاف من الرفض وانا كنت بخاف من الوحدة. هو خايف من الزيادة في التجربة السابقة وانا كنت خايفة من النقص في تجربتي. اتوجعت، بس عقلي سأل أسئلة مش طبية خالص. ازاي الحاجة اللي المفروض تكون سبب متعة تبقى السبب في رعب؟ وهل فعلا العلاقة مبنية على الماديات؟ وهل أنا فعلا كنت باردة؟ ولا كنت بس محتاجة حد يفهمني من غير ما يحاسبني؟ كنت بسمعه وبكلمه، لكن صوت نادين المدفونة تحت المهنة واللي نسيت إنها ست وليها احتياجات وذكريات وجروح كان بيغلي في سكات. حسيت إن القعدة دي مش مجرد استشارة، دي بداية انهيار لأشياء كتير جوايا. بعد ما سمعته كويس ودونت كل اللي قاله، قررت أعمل فحص روتيني بسيط عشان أطمن عليه وأقيم وضعه بدقة. تحويل المشكلة لقلق زائد وتوتر مهنيا. طلبت منه يغير هدوم الفحص ودخلت أنا أغسل إيدي وأجهز القفازات الطبية. كل حاجة كانت طبيعية زي مئات الحالات اللي عدت عليا، بس قلبي ما كانش مرتاح. دخلت عنده وحاولت أحافظ على صوتي المهني البارد، هلمس المنطقة بس عشان أقيس الوضع وأتأكد من أي علامات طبية. هز راسه بصوت خاضع: مفهوم يا دكتورة. عملت الفحص بهدوء وتركيز. لمستي كانت تقنية وباردة زي التلج كالعادة، لكن تفاعله كان مختلف. بعد ثواني حسيت بتغيير في جسمه، عينه غمضت وبان عليه إحساس بالراحة والأمان، تحويل التفاعل إلى راحة نفسية. فتح عينه وقال بهدوء وصوت فيه امتنان: شكرا يا دكتورة. حسيت براحة غريبة وأمان مش متوقعه، كأن التوتر اللي جوايا فك. يمكن عشان أول مرة أتكلم بالوضوح ده مع حد فاهم ومحايد زي حضرتك. سكتت والزمن وقف. هو مرتاح نفسيا عشان لقى سكة، وأنا صوتي هرب مني وكأن كل كلمة وقفت في حلقي. حاولت أبان طبيعية: ده شغلي يا أستاذ أدهم، مبروك وبتمنى لك كل التوفيق وحياة مستقرة. ضحك ضحكة صافية: كنت حابب أسمع منك نصيحة أخيرة كراجل داخل على حياة جديدة. في حاجة تحبي تزوديها لي؟ كل النصايح الطبية والتقنية اللي كنت بقولها للناس اختفت من دماغي. ما قدرتش أطلع جملة طبية واحدة. جاوبته بابتسامة مرتبكة لكنها طالعة من مكان لسه بيفوق من الصدمة: خليك حاضر، مش بجسمك بس، بقلبك كمان، واسمع بعقلك وبنية صافية. قال: شكرا يا دكتورة، وإيه رأيك أكمل علاجي النفسي عند دكتور متخصص؟ قلت له وأنا ماسكة خروط الهدوء اللي بتغلف صوتي: يا ريت. العلاج النفسي مهم ليك ولحياتك الجديدة، أتمنى لك كل الخير. وخلصنا المكالمة.
خرج من حياتي زي ما دخل، بهدوء ومن غير دوشة، بس ساب بصمة. قعدت أبص للشاشة والزفير خرج تقيل، ما بين راحة إنها لقى طريقه ووجع إن خد معاه حتة من نادين مش هترجع بسهولة. بعد المقابلة دي حاولت أرجع لحياتي الطبيعية، أركز في شغلي، أتابع المرضى، أرتب العيادة، أخرج مع أصحابي. سافرت مرة واتنين لحد ما زرت مكان بعيد عن المدينة عشان أغير جو وأنسى وارتاح. بس اللي حصل ما كانش سهل، كان بيقلب دماغي وشاددني من جوايا زي سلك مشدود. وسط الناس كنت بحس بوحدة كبيرة، وحدة مهنية بتمنعني أكون أنا. العيادة ما بقتش مكان دافي، بقت قفص ضاعت فيه سعادتي. المرضى بيجوا ويتكلموا معايا، بس أنا كنت بفضل في مسافة زي حائط إزاز. بدأت ألاحظ إني ما بقتش مرتاحة في دوري اللي كنت بفخر بيه. بقول لنفسي إزاي هعيش بالوضع ده؟ إزاي أكون دكتورة من غير ما أفقد روحي؟ اللمسة كانت واجب والابتسامة كانت ديكور. حتى سريري في بيتي كان مجرد مكان للنوم مش للدفء. لما اتطلقت ما كانش حزينة، كنت مرتاحة. بس في عمق الراحة دي كان في سؤال لسه ما جاوبتش عليه: هل أنا فعلا كنت المشكلة ولا كنت بس مع الشخص الغلط؟ من بعد اليوم ده ومن بعد تفاعل أدهم اللي كان بيخاف من أي زيادة في القرب، رجعت قارن غصب عني. قلب نادين بدأ يقارن بين الخوف من الوجع والخوف من الحب، بين راجل مراته خافت منه وراجل أنا كنت خايفة منه. بدأ سؤال جديد يتردد في دماغي: هل أنا فعلا باردة ولا كنت محتاجة إحساس مختلف، طريقة مختلفة، احترام مختلف؟ الليلة دي ما كانتش زي أي ليلة، كانت بداية لثورة ذكريات كنت قافلة عليها صندوق ورماية. بعد أسبوعين رجع أدهم تاني، جه من غير ميعاد وقال للسكرتيرة: قوليلها مش مشكلة طبية، عايزة أسألها في حاجة نسيتها. دخل وأنا كنت ماسكة ملف مريض تاني. في اللحظة دي الدنيا كلها اتلغت من دماغي. وقف قدامي بابتسامة هادية وقال: دكتورة نادين، آسف إني أزعجتك، بس عايز أخد رأيك في موضوع صغير بخصوص خطيبتي. كنت في حالة نفسية مهزوزة، ما قدرتش أفصل بين نادين الدكتورة ونادين الست اللي حصل لها اللي حصل. طلبت منه يقعد وبدأت أسمعه، بس ملامحه، صوته، وحتى طريقة كلامه، كل ده كان بيخبط في عمق غريب جوايا. عيني هربت من الملف ومسكت في عينه. صوته كان بيقول كلام عادي، لكن في وداني كانت بتعدي نغمة مختلفة. في لحظة سكت وقال بهدوء: بصراحة حسيت براحة، مش عشان بس اتكلمت، لكن عشان ممكن تكوني زيي. حد شاف الحدود دي كتير وبقى يحس إنه محتاج بس يسمع. جاوبت وأنا حاسة إن قلبي بيتسرب من لساني. وأنا كمان ما بقتش بشوفك مجرد مريض، بقيت بسمعك كإنسان محتاج يفهم نفسه. فضل ساكت. صمته ما كانش صمت مريض، كان صمت حد عايز يقول حاجة وبيخاف. العيادة كانت ساكتة، الطاقم خرج في الاستراحة وفضلنا احنا الاتنين في الهدوء اللي بدأ يملى الأوضة. قال: ممكن أسألك سؤال شخصي؟ جاوبته وأنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي. اسأل. قال لها بكل صدق: هل زي حضرتك ممكن إحساسك يتلخبط؟ كل يوم تشوفي وتلمسي من غير ما تحسيه؟ رفعت عيني فيه وكنت عارفة إني بدأت أقع من غير ما أحس. الخطوة اللي ما كانتش في الحسبان اتحركت. أدهم قام وقف وأنا فضلت قاعدة مكاني. قرب وأنا ما اتحركش. اللحظة كانت أقوى من العقل، واللي ما كانش المفروض يحصل حصل بشكل درامي ومختلف عن النص الأصلي. لمسة إيد جت بهدوء، لمسة ما كانتش طبية ولا مهنية، كانت إنسانية بسيطة على كتفي، وكأنه بيقول: حاسس بوجعك يا دكتورة. قرب مني وقال بصوت مهموس: أنا مش هنا كمريض، أنا هنا كشخص حس إن روحه لقت طوق نجاة في كلامك. سامحيني لو قربت زيادة، بس القلب هو اللي اتحرك. نزل الدمع من عيني من غير صوت.
الدمعة دي كانت نهاية. الدكتورة الست اللي بتنهار من الوحدة ما قدرتش أرد، بس صمتي كان موافقة على إنسانيته. كانت لحظة هدوء مشوبة بالخطر، لمسة كانت عايزة تقول إن في روح بتنادي على روح. الوقت وقف، الحدود اتكسرت. الدكتورة القوية الصارمة انهارت في اللحظة دي. بعدها ايد اتحولت لاهتمام عينية مش محتاجة كلام. قام هو بهدوء كأن مفيش حاجة حصلت. أنا فضلت مكاني باخد النفس بصعوبة، كأني عملت جريمة ضد جزء مني. بصيت في المراية شفت واحدة معرفتهاش، واحدة وقعت، ومن ساعتها كل حاجة في حياتي اتغيرت. شكل العيادة فضل زي ما هو، المواعيد، الملفات، التحاليل، بس أنا ما بقتش أنا. كنت بشتغل، بلبس البلطو، بسمع الشكوى، بس جوايا حرب شغانة. يوم بصحى حاسة براحة غريبة، كأن حمل كبير انزاح من على قلبي. ويوم تاني بصحى حاسة بتقول نفس، كأن حاجة مقدسة اتكسرت. بقول لنفسي هل ده غلط لا يغتفر، ولا حاجة كنت محتاجاها عشان أفوق من التبلد؟ خوفي ما كانش من إني أفقد سمعتي، خوفي كان من إني أفقد احترامي لنفسي. أنا اللي كنت دايما فخورة بمهنتي لحد الموت، أنا اللي ما كنتش باخد خطوة بره الإطار حتى في جوازي. النهاردة اتلخبطت مع مريض، تحويل اللمسة لمجرد اهتمام إنساني متبادل. المشكلة مش في الفعل الاهتمام، المشكلة في الإحساس اللي سابه. حسيت بدفء خفيف وسط الدمار اللي جوايا. نسمة حياة خلت قلبي يرجع يحس، يرجع يفرق بين اللمسة المهنية واللمسة اللي فيها معنى. فاق قلبي إنه كان ميت وأنا عايشة بنص روح، بس عقلي ما كانش راضي يسامح. كان بيعاتبني في كل لحظة، إزاي تتجرأي؟ إزاي تسيبي شغلك يتهز بالطريقة دي؟ كنت برد عليه في صمت، بس أنا كمان بشر وعندي قلب سقعان وكان محتاج أي حاجة تدفيه. بعد حوالي 15 يوم وأنا قاعدة في المكتب لقيت إيميل جديد على بريد العيادة. فتحته، كانت رسالة طويلة مكتوبة بلطف وحرارة إنسانية. السلام عليكم يا دكتورة نادين، أنا عليا زوجة أدهم، عايزة أشكرك من كل قلبي على كل حاجة عملتيها معانا. جوزي كان عنده دوخة نفسية كبيرة وما كانش عارف يتعامل مع القلق اللي كان بيعاني منه. من ساعة ما راح عند حضرتك رجع كأنه إنسان جديد، رجعت له الثقة في نفسه وبقى بيتكلم معايا ويعبر عن مخاوفه بشجاعة. نصايحك ما كانتش طبية بس، كانت إنسانية جدا وادتنا أمل جديد. خليتنا نبني علاقة على الاحترام والصراحة والتفاهم، مش على الخوف والشك. اللي عملتيه معاه هو اللي خلانا نبدأ حياة مستقرة مبنية على الحب والقبول. شكرا جزيلا يا دكتورة، وبتمنى لك كل التوفيق في حياتك المهنية والشخصية. الرسالة دي كانت زي نور وسط ضلمة، قريتها كذا مرة، فرحانة إني قدرت أساعد إنسان يرجع لحياته وللحب، وحزينة على صراعي الداخلي. الرسالة دي كانت بتدفيني شوية، لكن كنت عارفة إن رحلتي مع نفسي لسه طويلة، وإني لازم ألاقي السلام الداخلي بتاعي. القصة دي بتعلمنا إن القوة الحقيقية للدكتورة نادين أو لأي إنسان مهني مش في إنها تكون حديد أو إنها تلغي إنسانيتها ومشاعرها عشان ما تهزش شغلها. بالعكس، القوة هي في التوازن. نادين اللي كانت فخورة بكونها دكتورة صارمة كانت في الحقيقة امرأة مكسورة بتستخبي ورا البلطو الأبيض ده. خوفها من إنها تفقد السيطرة أو إنها تبين ضعفها خلاها تخسر حياتها الشخصية وجوازها، وخلاها تعيش في جمود عاطفية. أدهم ما كانش مجرد مريض، كان مراية لنادين. خوفه من القرب الزيادة كان بيقابل خوف نادين من الوحدة والإهمال. التفاعل الإنساني اللي حصل بينهم، حتى لو كان لحظة عابرة أو مجرد اهتمام إنساني، ما كانش غلط بقدر ما كان صرخة من قلب نادين عشان يفوق ويحس تاني. الخلاصة، الإنسانية مش ضعف. الدكتور أو المهني الصارم لازم يكون عنده رحمة في القلب عشان يقدر يفهم المريض بجد ويكون فعال في شغله. الشفاء بيبدأ من الذات. نادين ما كانتش هتقدر تداوي المرضى نفسيا
إلا لما بدأت تداوي جروحها وتقارن بين حياتها القديمة وحياة الحب والتفاهم اللي قدر الأبطال الجدد يبنوها بنصيحتها. القوة في القبول. قوة المرأة مش في إنها تنكر احتياجها العاطفي، ولكن في إنها تقبل إنها بشر بيحس وبيضعف، وإنها تبني حدود مهنية قوية من جوه تكون مبنية على الاحترام الإنساني مش على الخوف من الضعف. الرسالة الأخيرة: كون إنسان قبل ما تكون دكتور، وتذكر إن البلطو الأبيض ده بيغطي قلب محتاج للحنان زي أي قلب كاني.